وياي لبيتنا خلينا نروح هناك ونلعب براحتنا. لما وصلنا لبيتنا وقعدنا قلت لأمي ماما شنو عندنا ممكن أقدمه لصديقتي؟ فقالت لي أمي عوفوا هاي السوالف وعوفوا خيالاتك. فقلت لها ماما عيب ترى صديقتي قاعدة هنا وموجودة. فهم قالت هاي العبارة حرفيا عزب عيني هاي البنية تخبلت. الحق لها يا مصطفى هو أبوي. أنا كنت مستغربة من ردة فعل أمي لأنها ما كانت تحب تمزح أو تشاقة هواي وكانت شخصيتها جادة. المهم مر على صداقتنا سنتين وأهلي ما يشوفون فله وبس أنا اللي أشوفه. الصراحة هالشي كان كلش مرعب بالنسبة إلي وكنت أخاف أقول الفلة إنه ترى أهلي ما يشوفونك. ولكن بيوم من الأيام حاولت أسألها السؤال بريء وقلت لها فلة صديقتي أهلي ليش ما يشوفونك؟ وبوعت لي بنظرات غريبة وقالت لي راح أشوفك اليوم الأسود. فقلت لها ليش دا تخوفين إيش بيك؟ قالت لي ليش قلت لأهلك عني؟ ورا كم شهر اجى شهر رمضان وما صرت اشوف فلة تجي يمي وتقعد وياي او نلعب سوا. وانا بطبيعتي بشهر رمضان لا انا اطلع ولا اهلي يطلعون لان كلهم يكونون ملتهين بالطبخ والهوسة. ولما صار العيد قريب اجوا عماتي وتجمعوا عندنا وقرروا باحد الايام يعني باواخر شهر رمضان ان نروح للسوق ونشتري كلنا ملابس للعيد. ومن طلعنا من البيت مرينا من بيت فلة. فانا قلت بيني وبين نفسي خل اروح ادق الباب ممكن تطلع صديقتي فلة واشوفها. فلما رحت ودقيت الباب عماتي صاروا يضحكون علي. قالوا لي شبيك بنتي ليش تدقين هذا الباب؟ قلت لهم ترى هذا بيت صديقتي اريد اشوفها ليش هاي الفترة كلها ما تجيني ولا نلتقي. فضحكوا وقالوا هذا البيت متروك صار له 25 سنة. وانا استغربت لما سمعت هذا الكلام وقلت بيني وبين نفسي يمكن اهل فلة جايين جدد وساكنين بهذا البيت يعني بعد ما انترك اجوا هم واخذوا هذا البيت وسكنوا بيه. المهم رحنا للسوق واشترينا ملابس واشترينا العاب واجى العيد وفلة ماكو. ومرت الاسابيع والشهور والسنين وصار عمري بوقتها 9 سنوات. فأهلي قرروا يطلعون من بيت جدي لأن صارت مشاكل بين عمي وأبوي. فأبوي قرر نطلع من هذا البيت ونروح نسكن ببيت ثاني. أنا صراحة كنت كلش فرحانة بالبيت الجديد. وتعرفون إنه من عاداتنا العراقيين إنه أي شخص ينتقل لبيت جديد الناس أو أقاربه وأصدقائه يجيبوا له الهدايا. فيجونا عماتي اللي هم 4 وقعدنا كنا سوا أنا وبنات عماتي وسوالف وضحك وونسة. فجأة جابوا سالفة فلة. فأمي قالت لهم بنتي دا تتخيل أشياء ما موجودة يعني تقول لي عندي صديقة والعب وياها واشتري وياها ولكن ماكو هالشيء.